زيدان مدرب المنتخب الفرنسي بعد المونديال. في وقت يتأهب المنتخب الفرنسي للدفاع عن لقبه الذي فاز به في روسيا قبل 4 سنوات، يسود في فرنسا الترقب حول خليفة ديديه ديشان على رأس المنتخب الفرنسي بعد مونديال قطر، بغض النظر عن النتيجة التي يحققها المدرب ديشان الذي قضى 10 سنوات مع منتخب بلاده. توج فيها بكأس العالم 2018 وبلغ نهائي اليورو 2016، حيث يعتقد الكثير من المتابعين أن زين الدين زيدان سيكون الخليفة المرتقب ابتداء من يناير كانون الثاني المقبل، تبعا لاتفاق مبدئي بينه وبين رئيس الاتحاد نويل لوغريت. دفع الفرانكو جزائري إلى رفض كل العروض التي تلقاها منذ رحيله عن الريال في يونيو 2021، بعد أن حقق معه دوري الأبطال 3 مرات متتالية، وبطولة الكأس السوبر الأوروبي مرتين، ومونديال الأندية مرتين، إضافة إلى لقبي الكأس السوبر الإسباني، وهي التتويجات التي أهلته كي يكون أحد أكبر المرشحين لخلافة ديشان.